1 2 3 منتجات جداد من هواوي في اشهر حته هم معروفين بيها وجامدين فيها: سماعات، ساعات، تابلتس برضو جامدين. فالنهارده لسه نازلين طازه الواتش 5 والواتش فيت 4 برو والفري باد 6. طيب ثواني بس كده، عشان انت لو مش متابع او متابع ممكن برضو تتلخبط. هو مش الواتش 5 دي نزلت قبل كده؟ لا، الثانيه الجي تي 5. تعال في حوار كبير انا هفهمه لك دلوقتي. طيب بص ركز معايا. عندنا هنا في الويرابلز، الحاجات الملبوسه، عندنا كذا فئه. اول فئه الواتش التيميت سيريز، اللي هي دي بقى الساعات افخم واقوى واجمد حاجه واغلى حاجه طبعا. حتى دي اللي هي مسمينها الماستر بيس، بتيجي دايما كده بالوان مختلفه، ودي الذهب. تاني حاجه عندنا الواتش جي تي، واتش جي تي 4، واتش جي تي 5 زي اللي نزلت دي، بتبقى متينه برضو ورياضيه اكتر وكبيره كده، وبرضو فيها شويه حاجات كلاسيكيه. تالت حاجه بقى الواتش سيريز، الواتش 4 الواتش 5 رقم على طول من غير جي تي، دي بتبقى اقل شويه، بيبقى شكلها برضو اهدى كلاسيكي اكتر، الوان منها كتير، وهي دي اللي معانا النهارده. رابع حاجه بقى الواتش فيت، ودي باين من اسمها فيت، رياضيه اكتر وشكلها كمان مختلف. اكتر حاجه بتميزها الشكل المربع ده، كل ساعات هواوي مدوره، فدي اول مره يعملوا او تاني مره يعملوا. بتبقى الخامات اقل شويه والستراب بيبقى ستريتش، جاب لون روش قوي. واخر حاجه بقى الهيلث واتش زي الدي 2، كنا عملت لها فيديو قبل كده برضو اللي متابع، اللي هي الستراب بتاعها بيفضل يضخ دم عشان يقيس ضغط الدم. مفيش اي ساعه في العالم بتعمل حاجه زي كده، انها بتقيس ضغط الدم زي الجهاز اللي في الصيدليه اللي بيفضل ينفخ وينبض ده. وطبعا في تدرج في الاسعار، كل ما نقل كل ما السعر بيرخص. السماعات بقى برضو عشان ما تتوهش وتبقى عارف انت بتشتري ايه، بس السماعات اسهل. عندك الفري بادز، ودي في منها برضو كذا فئه، وبعدها الفري كليب اللي شبه الحلقه. وانا كل ده لابس سماعات؟ ماشي. تاني حاجه عندك الفري كليب اللي هي شبه الحلق دي معروفه قوي. الفري ارك دي لسه نازله، دي برضو رياضيه جدا اللي بتلف حوالين الودن. والفري ليس اللي هي بتبقى السماعات برضو رياضيه، بس اللي هي بقى بتبقى لفه حوالين الرقبه. الفري بادز هي اهم حاجه، جواها كذا فئه عشان برضو تبقى فاهم. عندك فئه الفري بادز برو، دي اعلى حاجه واجمد حاجه، اجمد مايكات والصوت وعزل وكل حاجه. عندك الفري بادز عادي اللي هي بيبقى عندها رقم فري بادز 5، فري بادز 6. وعندك الرقم اي، يعني ال5 اي، ال6 اي، ال6 اي نزلت. وعندك الاي او الاس اي، دي بتبقى اقل حاجه، وما بينزلوش الحاجات بالترتيب. يعني مثلا ال6 اي نزلت اللي هي اقل، بعد كده نزل ال6، واللي جاي بقى الفري بادز 6 برو او برو 6. طيب كده فهمت اللي معانا؟ ولو ما فهمتش برضو كده هتلاقي اللينك في وصف الفيديو، خش بقى وقلب واعرف انت تشتري. ونبدا بالواتش 5 اللي عجباني قوي ومجربها بمقاس ال 46، وعندك كمان 42. طيب نبدا باول حاجه هتلاحظها، وهي زرار الاكس تاب. ده بدوسه واحده في هابتك كده بيشتغل، بيديك تيست او اختبار كامل لصحتك، بيقيس لك ضغط الدم، بيقيس لك النبض ونسبه الاكسجين في الدم والتوتر. ودلوقتي كمان بقى يعرف امراض او اعراض امراض زي تصلب الشرايين، فمفيده للناس اللي عايزه تتابع صحتها، بيجمع كله بلمسه واحده. تاني حاجه عجباني واكتر حاجه واخد بالي منها، وهي اليو اي. الواجهه بتاعت الساعه اتغيرت تماما، لانها دلوقتي شغاله بهارموني او اس. كان دايما تحسه كده في الساعات القديمه يعني بند شويه، مش زي الساعات الثانيه واجهه كامله فيها ابلكيشنز وكل حاجه. دلوقتي بقى عندك الاب جاليري، تقدر تحمل العاب، تحمل ابلكيشنز، تقدر تشغلهم براحتك بعيدا عن الموبايل. لان بقى وثالث حاجه ان بقى فيها اي سم، تقدر تحط شريحه، تقدر تستقبل مكالمات من غير الموبايل، تقدر تفتح نت، تفتح مابس، تروح في اي حته بقى تشغل اغاني براحتك. وحتى لو مش معاك نت تقدر تحمل المابس او الخرائط اوف لاين، فلو انت تهت في حته تقدر تشغلها وترجع مكانك. الحاجه الرابعه وهي الجستشر كنترول، دي موجوده في ساعات زي ساعات ابل. هي انك لو ايدك اليمين مشغوله ومش عارف تدوس على الساعه، تقدر تعمل حركات زي كده وتعمل كده. الحركه دي جامده قوي واكيوريت، لما تتعود عليها هتلاقيها شغاله بسلاسه جدا وبتقلب بسهوله. تقدر بقى ترد على المكالمات، تبدا ورك اوت او تقفل، تقلب اغنيه. دول الاربع حاجات الجداد اللي عجبوني. وطبعا خامات الساعه والازاز بتاع سافاير، اقوى واكتر ازاز مضاد للخدش، الكسر، والجسم من التيتانيوم. البادي بتاع الساعه مش بارز كده عن الشاشه، البيزل الصغيره، الزراير كليكي وفيه هابتك محترم قوي. الستراب هو اللي مش عاجبني قوي، ولكن ده ممكن يتغير. الحاجه الوحيده اللي حاسسها مختلفه بقى عن الساعات اللي فاتت وحاسسها داون جريد شويه، وهي منطقيه الصراحه، وهي البطاريه هنا كنت بتعود دايما ساعات هواوي على 15 يوم 10 ايام مستريح، بس بسبب بقى اليو اي الجديد، الواجهه الجديده اللي بقت انعم بمراحل، تحسها كده 90 هرتز، الانيميشن ناعمه ومحسوبه، تقدر تفتح كذا اب وتنقل ما بينهم. السطوع بتاع الشاشه الاموليد دي اللي بيوصل ل 3000 نتس، فكل ده تاخد من البطاريه، فبقت تقعد معاك حوالي 5 ايام. لو انت برضو مشغل اولويز اون ديسبلاي ممكن اقل شويه. الشحن سريع وكل حاجه، وفي اكيد شحن وايرلس، بس موضوع البطاريه اسبوعين دي وحشني. خش على الساعه الثانيه والرياضيه اكتر، الواتش فيت 4 برو.
واللي نجحت قوي الفئه اللي فاتت، النسخه اللي فاتت اللي هي الواتش 4 العاديه، نجحت علشان شكلها، الناس طبعا كانت بتقارنها جدا وهي شبه الابل واتش. الاستراب بتاع الاستريتش دوت برده جامد قوي. طبعا خامات اقل شويه، مش وحش خالص، طبعا التيتانيوم محسوس قوي، هنا معدن. تاخد هنا بقى البطاريه الجباره، لان هنا النظام الاقدم مش زي التاني خالص. مايك وسبيكر محترمين جدا يعتمد عليهم في كل المكالمات، وشاشه هي بس مشكلتها ان هي البيزلز كبيره شويتين، فدي برضو اختيار حلو لو عايز حاجه رياضيه مش حاجه فخمه قوي. طيب نخش على المنتج الثالث وهو الفري بود 6. زي ما قلت لك ديت ال6 العاديه مش البرو، البرو لسه هتنزل. شكلها غريب، شكلها شبه الصابونه كده شويه، العلبه بتاعتها بتفتح لفوق، تقعد شويه على ما متعود عليها. والسماعات نفسها برضو شكلها مميز ايقوني قوي، ودي من النوع اللي هي الاوبن فيت، مش اللي بتخش جوه الودن اللي ما فيهاش كاوتشه ديت. دي مع ناس وناس، انا برتاح او بيثبت في ودني الحاجات اللي هي فيها الكاوتشايه السيليكون ديت، ولكن دي لما بحطها كده واعمل كده خلاص وقعت. دي ليها مميزات وليها عيوب. مميزاتها انا بحب السماعات ديت لما اكون قاعد بعمل حاجه وما بتحركش، اريح قوي، ما بتجيبش صداع. حتى لما تيجي تشغل النويز كانسليشن، هي فيها نويز كانسليشن ولكن مش اقوى حاجه، لان لسه ودنك مفتوحه مش مسدوده بالكامل، فمش تاخد اقوى عزل، بس الصراحه اريح بكتير. المايك بقى تاخد مايك جبار. وعموما فئه الفري بادز كلها عمري ما جربت منها اي فري بادزايه غير لما كان المايك ممتاز. وتاني اقوى حاجه وهي البطاريه، تشحنها 5 دقايق تديك 2.5 ساعة استخدام، تقدر توصلها على جهازين في نفس الوقت. الحاجه بقى الاخيره وهي الصوت، اللي ما بعرفش احكم عليه لحد دلوقتي، ولا بعرف حتى اوصل لك تجربه الصوت، ولا حتى عارف اقارنها، لاني مش عارف سعرها كام. يعني وقت نزول الفيديو ده هي سعرها لسه ما اتعلنش، فمش عارف هي دي في فئه ايه. هو حلو جدا وعجبني، بس انا برتاح اكتر في الحاجات اللي بتثبت جوه الودن. عندك تحكمات في الصوت، سوايب انك تسحب لفوق او لتحت عشان تعلي وتوطي. ولو انت بتفكر تجيب سماعه لازم يكون فيها الفيتشر دي، صدقني هتلاقي نفسك بتستخدمها بشكل انت متوقعوش. وطبعا عندك تلمس عشان تشغل وتوقف، ولما تقلع المزيكا تقف، ولما تلبس يشتغل، الحاجات اللي موجوده في كل السماعات دي. وطبعا كل المنتجات دي اللي بيسال بتشتغل عادي على اندرويد او ايفون زي الفل. وبس كده يا سيدي، عرفني رايك في المنتجات دي، ايه اكتر حاجه عجباك؟ انا الجي تي 5 طبعا، الواتش 5 سوري. وقت نزول الفيديو دوت هتلاقي السعر نزل، يا اما في وصف الفيديو يا اما في اول كومنت. وتابع على انستجرام علشان دلوقتي هيكون الايفنت شغال في المانيا، هغطي لكم الايفنت كله اول باول، وممكن يعلنوا عن حاجات جديده، فصح هناك معايا. وبس كده، سلام.